هسا انت يا مختل عقليا يا مجنون، يا تريد تبيع انه روحك وهذه. يعني اكو واحد هيجي يطلع بالسيارة، لكن انت ما مستوعب بده يصير. يعني هسه افترض بيك السيارة ورحت هذه متت وانت وحدك حاليا على الطريق، ماكو احد من يعرف مكانك من يجيبك. شاي العالم يعني ما في، مو طبيعية. هاي الحالات على طول تتكرر يعني بالمجتمع. يعني ما اعرف، هي فيك يسووها، اما هي مثل ما نقول انه يلا انا الشجاع اريد اسوي الحركة. مو اكو ناس تشاهدك واطفال تشاهدك راح يسوون مثلك بالمستقبل. هسا حاليا انا دا اشاهد انه بي ناس هم بالمطارات يسوق يعوف فادي ويسوق هيك يعني بدون يمسك الماطور، واحدة يمشي الماطور. يعني شنو هاي سباعية لو تتفيك. يعني هسه لو تندعم تمام، لو يندعم راح يقوم اخ يصيح احد ينقذني ما ادري ايش. لك ايش لك بهيجي سالفة، ايش لك بدوخة الراس؟ يعني بهالسبب بهالحركات تصير حوادث، يعني كارثة. يعني هم يخسر حياته، وهم يخسر حياة الناس، وهم يسوي ضرر بالسيارة. يعني ما في دماغ، ما عندكم عقل هنا شبيهنا. بس اريد افهم هذا العقل ايش متكون يعني. هسه بالنسبة لي انه اني من اريد وعظم كلمة تاني، من اريد اسوق شي تمام، هيدي اسوق انتبه ما فيك وين وسواط وما يعني شنو يعني. شي تحس من سويت هالحركة؟ وخاصة اللي يشوف بنات، هذا اللي يشوف بنات عالم اخر. هذا شوية ويطير الماطور يقوم يطير، يعني يعيش بعالم ثاني، انه هو شي بسباق ماطورات بطح هو بسباق، وحاليا يشاهدوا الملايين. بس تشوفه بنية. لك بابا خلوا عقل براسكم، ترى الحياة يعني مو كلها هيجي. يعني الحياة شلون فهمكم انه تحافظ على نفسك، تحافظ على نفس الناس، تعلمهم انه لا تسوون ايجي انت تروح تسوي ابجع. هاي في السيارة تمشي وحدها على مود شني كم مشاهدة او كم لايك. تمام، فرضا اندعمت، فرضا افترض بك السيارة، يلا افترض بيك السيارة، شو تسوي انت بهالحالة؟ يعني انت لا تلحق تقوم تمسكها، لا تلحق توقفها. حتى اذا توقفها لان سريعة السيارة وخط عدل، تتوقفها هم راح تروح بيها. يعني انت هنا سامح الله اندعمت يعني ومتت او انصابت. اريد افهم يعني منو راح يلحقك؟ فاهمني؟ انت بمكان مقطوع، يعني ما حد راح يقدر يلحق لك ولا حد يقدر راح يعوفك. يعني حشاك راح تاكلك الطيور، او هذول النسر مدري ايش، لانه صحراء تعتبر. فدماغ ما عندك يا ساعة ولا وماسك الموبايل ومشغل اغاني، يعني عادي. قال شي يصير خير يصير. يعني والله يعني هذا الانسان فحس متيه بالحياة، حسه وحده. أنا طبعا هذا الانسان اعرفه احبه، وانسان يعني طيب وخلق، بس ما مال انه تطلع بهالطلعة التعبانة وتعلم الناس. يعني ما تعوقبوا الناس هم راح تقلدك، تسوي هيك شي. هم يطلعون بالسيارة ويقعدون وتمشي السيارة يشغل اغاني يلعب بالموبايل، طبعا يقلدوك. خاصة الشباب هذول حاليا الصغار، يعني بأعمارهم دا يطلعون. لسه أنا أكثر شي أشوفهم يطلعون بالسيارات أعمارهم 15 16 شي. يعني هذول هم أطفال هم. يا والله شفتوا قبل كم يوم شفت واحد بالقرآن لك ما يبين من السيارة قاعد بس يجي القصة ما طالعة شلون دا يشوفوني مع وين طاير بالسيارة. يعني ما يعني ما مستغرب هيجي ناس، هالبشر بدون عقل. ما اعرف، الله يهديك. واتمنى انه تستوعب وتراجع نفسك. ترى الحياة مو كلها هيجي، فانه حياة الناس مو لعبة، وحياتك هم نفس الحالة، وهاي روحك راح تحاسبك. فاهم؟ فاتمنى اتمنى انه لا
تتكرر هاي الحالة، واتمنى انه تعتذر للناس، وحاول انه لا تعلم الناس على هيك شغلات، لان هاي الشغلات خطر وشغلات يعني تأذي المجتمع. وآسف لأني تأخرت، بس ما أعرف جاني فضول وحرقت روح إنه أرد أو أنزل فيديو. فالمهم لهنا ينتهي الفيديو مالتي. لا تنسون اللايك والاشتراك حتى أستمر في النشر، وتحياتي لكم من قناة نورس البحار.